الشاطر بيعرف يعمل قطبة مخفية. مو غلط. بس اوكي حمرق لك يا الإجابة. شكرا. اوكي ثانك يو. شكرا زلفة لمداخلتك. بننتقل لعند سي سعيد الحريري مسؤول الصفحة الفنية بإلاف. مساء الخير. مساء النور جمانة. مساء النور لفنانة الخليج. أهلا وسهلا. نوال الكويتية. أهلا وسهلا فيكي بلبنان. أهلا وسهلا فيك. ومبروك ألبومك. يعني كل هالرقة وهالرومانسية ما فينا نقول إلا إنه أنت شاعرة الصوت فعلا. الله يسلمك. تسلم. لأنه كل نغمات صوتك بتصبر غور الروح إذا بدك، وبتخلينا ننتقل على عوالم أخرى بعيدة عن عالمنا اللي نحن موجودين فيه. تسلم تسلم. الله يسلمك. سؤالي نوال، ألبومك تأخر بسبب أغنية دخيل الحب بحسب بعض المعلومات اللي عرفناها. هاي الأغنية كانت للشاعر عبد الرحمن الحوتان وناصر صالح بحسب ما طرحت في ألبومك. صح. أيضا الفنان طلال سلامة لديه تنازل عن هذه الأغنية من الشاعر منصور الشادي ومن الملحن ناصر صالح أيضا. شو الإشكالية اللي لنا اياها حول من هو الشاعر الحقيقي لهذه الاغنيه؟ وهل كان تاخر الالبوم بسبب حرصك على انه ينزل ان تنطرح الاغنيه باسم شاعرها الحقيقي؟ في اي سؤال ثاني سعيد؟ نعم. تفضل. السؤال الثاني، اليوم جريدة القبس الكويتية كتبت باسم أحد كتابها وهو الزميل أحمد ناصر، بيشكر فيه شركة روتانا على دعوة وجهتها له لاستضافته معنا الليلة بمحبي. ويقول كاتب الاعتذار: اضطررت للاعتذار بعد الهجوم الذي شنته نوال وأحلام على الصحافة والزملاء الصحفيين في السهرة التي جمعتهما في روتانا خليجية. وأضاف: معروف عن الفنانة نوال أنها تتعامل بتعال وفوقية دائما حسب ما يقول الكاتب مع الصحافة، وليس هناك علاقات ود بينها وبين الكثير من الزملاء. شو السؤال سعيد؟ لا بس خليني كفي انه المشكله كمان ما بتتعدى نوال حسب ما عم بيقول كاتب السؤال، انه بتتعدى ايضا مدير اعمالها، ومن سنين الصحافه الكويتيه تعاني من التعامل مع نوال. أوكي. اليوم بحسب ما قال استاذ يوسف يعني ايضا عن علاقه الاعلام بالفنان، انت كيف توصفي هيدي العلاقه مع الاعلاميين؟ هل انت بعيده؟ هل ظهورك نادر؟ نحن ملاحظين شوي انه انت مقله بالظهور الصحفي. فوضحي شوي هيدي العلاقه بالنسبه للصحافه. وشكرا لك واهلا وسهلا فيك مره ثانيه. شكرا سعيد. اهلا وسهلا فيك. البومك تاخر بسبب دخيل الحب اولا؟ لا، هو ما تاخر بسبب دخيل الحب. انا متفاجئه بهالخبر، يعني سئلت قبل هالمره بس متفاجئه بهالخبر، لان ما في يعني ما في اي شيء بيني وبين طلال سلامه. صحيح انا كنت عارفه اصلا ان الاغنيه حق طلال، كنت عارفه انه بينزلها في السيدي مش الاخير اللي قبله، وعرفت انه ما غناها. يعني شنو الاسباب ما اعرف، يعني ترجع لهم. مش مع طلال، الموضوع هو انه انت حريصه انه تنزل اغنيات البومك باسم شاعرها الاصلي. مين الشاعر؟ لا انا سمعتها من ناصر، والشاعر كان عبد الرحمن الحوتان ومنصور الشادي. ما اعرف عنه شيء. ليش متحفظه دائما حول هذا الموضوع؟ يعني الناس وصل لك باسم؟ لا مش متحفظه، بس انا هذا ناصر موجود، تقدرون تكلمونه وتسالونه. انا سمعت الاغنيه من ناصر. انا عاده لما اسمع اي اغنيه من اي ملحن اسال كلام منه. يقال ان بعض شعراء الخليج بحبوا انه يشتروا قصائد غيرهم عشان ينشهروا. انت بيقولوا انه انت حريصه انك ما تنزلي الاغنيه الا باسم شاعرها الاصلي. لا لا مو كذي. وبعدين اذا كان في شعراء يشترون كلمات فهذا شيء يعني شيء يخصهم، انا ما لي علاقه فيه. بس انه انت كنت حريصه تنزل الاغنيه باسم شاعر معين من الشاعرين. لا لا ابدا، بالعكس انا صدقني صادقه معك مثل ما قلت لك. يعني سمعت اللحن عند ناصر، والطبيعي ان اي احد انا او اي احد من اخواني الفنانين يسمع الاغنيه يقول الكلام مين. او لما يسمع كاتب نص يقول مين بيلحنها او مين ملحنها. هذا طبيعي انك تسال هذا السؤال، وابدا ما في اي مشكله يعني، ولا هو سبب تاخير الالبوم. وضحنا موضوع دخيل الحب. بالنسبه للمقال هذه قضيه مخفيه ثانيه. لا 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 والله لا. هلا نحن ما بدنا لا يعني نحن نتحكم باسئلتنا، بس نوال تتحكم باجوبتها. يعني هون الحقيقه اللي قالت عم يكتبس مفرداتك زلفه. لا انا قلت يمكن قصدك عشان الكتاب اللي يكتبون اللي يشترون الاغاني. انا لو ابي اذكر اسماء هذه فيها تجريح للاخرين، وانا مو من طبعي اني اجرح الاخرين. مهم انه عجبها النص غنته. يعني
يعني بالعكس هي لها انه يعني عم بتحافظ انه يكون في عندها مصداقيه مع الناس انه تنزل القصائد باسم الناس اللي كانوا مبدعين فيها. نعم. بالنسبه لتاني جزء من السؤال، هل يعني عم بيقول انه احد الصحفيين احمد ناصر دعي ولكن اعتذر على انه يكون لانه حس انه كان في هجوم منك ومن احلام على الصحافه؟ انا هاجمت؟ ما ادري، ما اتذكر اني انا هاجمت. يعني كيف تتعاملي مع الصحافه والاعلام؟ ولماذا هي مقله؟ يعني ليش ما تعملي؟ انا طبيعتي كذي، انا طبيعتي كذي، انا برايي اذا انا بقعد كل شويه اسوي لقاء، يعني انا بطريقتي شو فيد اوكي بفيد الجمهور، بس مو كل شوي، بعد الجمهور يمل مني. يعني في 60,000 مطرب يغني، مو معقول كل شوي نوال طالعه نوال طالعه نوال طالعه، مو معقول. وبعدين انا يعني اذا انا ما عندي شيء جديد شفيد الجمهور فيه وشفيد صحيفتك فيه ويهي بس. لا حتى اللي يحبك يمل منك، اذا يظل يشوفك كل يوم كل يوم كل يوم حتى لو يحبك يمل منك. اذا ما معك ميكرو ما بنقدر نسمع صوتك. انا قاعد اسمعها، بسمعك بس نوال. قاعد اسمعها. انا عندي بس رجاء قبل ما اسلم الميكرو انه نسمع اليوم من نوال شي لفيروز باللبناني. اليوم رح نسمع شيء من نوال لست فيروز وباللبناني. شكرا. هذه موعدك فيها. لا هي رح نصر عليها، انا ما رح انساها. ننتقل لعند استاذ جورج موسى من جريدة الحياة. مساء الخير استاذ جورج، اهلا وسهلا. مساء النور. انا بدي انطلق من تمني سعيد. غريبة هيك بيروت حلوة، يعني رغم كل تحدياتها السياسية اللي عم تعيشها مصرة تحتفل وتحتضن الست نوال. بقى اكيد بنطالبك بانه تغني لبناني. اكيد انا اتشرف، اكيد انا اتشرف. نعم. 3 اسئلة جمانة على السريع مقتضبين. تفضل. وانا كمان من عشاق بيروت على فكره، ما عندي يعني جمانه وكل اصحابي اللبنانيين عارفين اني انا طبعا من عشاق يعني منا وفينا. يعني الحجه ليلتها انه اللكنه لا تحكي لبناني حلو. وين حلو مكسر. مثل ما نحن بنحكي كويتي، يعني المحبه موجوده، باقي بس شوي نركز على النطق اكثر. بدنا بس ورقه كلينكس اذا بتريدوا لان عم بدمع عينا شوي. تفضل. تفضل استاذ جورج. سلمت عينك. الله يسلمك. اول شيء مبروك الالبوم. الله يبارك. مطربه خليجيه، قديش كلمه خليجيه او سفيره الخليج او الالقاب كلها يلي تحصر بمنطقه معينه، قديش هي ايجابيه وسلبيه؟ ايجابيه بمعنى انه رائده بهذا المجال. هلا كنا عم نحكي عن تجديد على اللون معين، هيدي مسؤولية حلوة أو مسؤولية متعبة. بالمقابل قديش هي حصرية، يعني بتلزم الفنان كمان بخط معين. بقى الألقاب للرائدة الخليجية كمطربة قديش عندها وجهين. هيدا السؤال الأول. السؤال الثاني، في اتهام لكبار الفنانين يلي أكيد حضرتك منهم، يلي أكيد هن كتير قليل، إنه هن موجودين ببرج عالي عفوا، بمعنى إنه عندهم عالمهم الخاص، في عندهم ألبوم بيشتغلوا عليه أكيد بمحبة وصدق بينزل، في قاعدة جماهيرية معينة وبس. أنا شو عم بيصير بالساحة تحت ما إلي علاقة. بالمقابل قديش أنتم مطالبين، هل قلائل انه يكون عندكم وقفه حازمه؟ ما بعرف، انا عم بسالك شو الحل، او صرخه للمهزله الفنيه اللي عم بتصير. يعني حتى الاغنيه الخليجيه يلي مشهوره بانماط وبصور شعريه صعب تلاقيها بباقي اللهجات، تعرضت لكلمات مسفه وكلنا بنعرف، يعني في امثله كثيره. قديش انتم مطالبين انه يكون في صرخه من قبلكم؟ ما بعرف شو هو، انا عم بسال شو الحل وليه بعاد عن هيدا الحل. يعني ليه هلا عم بتقولي مقلين باطلالاتكم الاعلاميه بالوقت اللي لازم انتم تكونوا بالاعلام مش هن؟ وسؤالي الثالث والاخير، بهيدا الزمن الموسيقي اللي انقلبت فيه المقاييس، في يحكى عن عمر فني للمطرب الحقيقي، بتامني بهالمقوله ولا لا؟ شكرا استاذ جورج. اول شيء قد لقب او خصوصيه انك تكوني مطربه بالخليج او سفيره الخليج في الغناء، وهيدا الشيء ايجابيا بيعطيك انك تكوني رائده ومسؤوله بنفس الوقت. هذا قوه طبعا. وقد ممكن تكون سلبيه لانه بتحصرك باطار معين. هو اكيد انا مو لحالي يعني بالخليج، اكيد في اسامي موجوده وناجحه وهذه المسؤوليه بالعكس تعطيك باور، تعطيك قوه، يعني تعطيك حرص اكثر، رغم اني انا جدا حريصه على شغلي، فاتصور ان هذا يعطيني حرص اكثر. زائد ان هذا شيء حلو يفرح، يعني اني انا امثل
بالنسبة للعالم الخاص للنجوم للفنانين الكبار، وكأنه ما إلكن علاقة باللي عم بيصير، إنه معلش أنا فنان كبير وعندي مشواري اللي الناس تحترمني عليه وعندي نجاحاتي، اللي عم بيغني وخارج الخط على القليل المستوى اللي مطلوب منه، إنه أنا مالي وماله، مش مشكلة، مش مشكلتي أنا. صح كلامك، هم كثار، بس أنا شنو أسوي؟ أنت عطني الحين نقاط وأنا أنفذها. انتوا شو ممكن تفكروا؟ انا عم بسألك على الحل يعني. شو الحل اللي انتوا بتطلبوه؟ لازم صرخة تطلع. انتوا المتضررين اكثر، يعني الجمهور متضرر. المتضررين احنا اللي نسويه ان احنا نطالب مثلا الشركة اللي احنا فيها انها تشيل الاسماء اللي ما لها داعي، اللي ما لها علاقة بالفن. ايه وبالفعل هذا حاصل يعني، بس انه يعني اذا ما في تجاوب شو اسوي يعني؟ تجاوب من مين؟ من الشركات؟ من الشركة نفسها، شركات الانتاج، ومن اطلالة هذول الفنانين على القنوات الفضائية. ما فينا نحن يعني نحبس، مع احترامي لكل الصحفيين، اكيد في صحفيين دخلوا على الصحافة، هل انت تقدر تمنعهم من الكتابة او من ظهورهم؟ ما نفس الشيء، نفس الحالة في اي مجال على فكرة، عشان ما نخليها محصورة بس بالغناء والصحافة في اي مجال. طب بهيدا الزمن هل في عمر فني للمطرب وبعدين خلص في عمر محدد؟ لا مو شرط. احنا المرة اللي فاتت تكلمنا في الست فيروز للحين يعني توقف ملايين من الناس اذا وقفت على المسرح وتغني، في وديع الصافي الله يعطيه الصحة والعافية، في الاستاذ ابو بكر سالم الله يعطيه الصحة والعافية، في الاستاذ محمد عبده، في كثار من النجوم الكبار اساتذة هذه المدارس لنا بالنسبة لنا. الى الان لما يوقفون يغنون احلى من المطربين الصغار ووقت اطول ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة والعافية يعني. يعني العمر والوقت ما له علاقة ابدا. شكرا استاذ جورج. استاذ سليمة حمدان من مجلة مدين، مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير نوال. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي طبعا، ومبروك نوال 2006 وعقبال نوال 2007 و2008 و2009. الله يسلمك، مبروك ألبومك ويكفي لقدام يعني، مش بس 3 سنين قد ما عدينا على قد ما بدك. أنا سؤالي الأول بدي أعقب على الزميل بالوطن الكويتية، وبدي أتضامن مع الزميل الكويتي أحمد ناصر بعلاقتك بالإعلام، وخصوصا مع الإعلام اللبناني بالذات، يعني خصوصا إنه أنت غايبة كتير عن الإعلام اللبناني، غايبة نهائيا يعني. ما بعرف، بدي أسألك هون عن جمهورك بلبنان لما أنت غايبة كل هالغياب عن الإعلام اللبناني. هذا سؤالي الأول. نعم. سؤالي الثاني، لما قولي انت انه الجمهور هو اللي بيحكم على الفنان، هل هو رد على الفنان محمد عبده لما على طول بيقول انه احلام، طبعا بعرف صداقتك باحلام، لما على طول بيقول انه الفنانة احلام هي فنانة الخليج الاولى؟ هالسؤالين لإلك. بدي اوجه سؤال لجمانة او سؤالين بس لجمانة، بس سؤالين تفضل. سؤالين بس، شفتي عم بحكي باختصار. لا اهلا وسهلا فيكم. سؤالين صغار كثير يعني. تفضل. بدي اسالك واسال روتانا، ليش انعمل مؤتمر صحفي لاحلام لما طلع البومها؟ نعم. وما انعمل مؤتمر صحفي لنوال؟ نعم. هذا سؤالي الاول. وسؤالي الثاني، مبسوطين كثير نحن بالصحفيين اللي عم يجوا من الدول العربية ومن الخليج ومن نعم. مصر، وطبعا يعني بس بدي اسال عن الصحفيين بالمغرب العربي، بما انه نعم. نحن وطن عربي واحد، ونوال عملت غنية جزائرية وراحت صورت كليب بالمغرب. لا صورت كليب بالمغرب العربي عم بقول يعني مع سعيد المروق. اي صح، بس بعدنا ما صورنا، وغني لسه بعد ما تصوري. بدك تصوري. نعم بدك صح، تصوري كليب وغنية جزائرية، فأين صحفيين المغرب العربي؟ شكرا سليمة. تفضلي ست نوال. هلا كمان اسئلتي اكيد رح نجاوب. بالنسبه لعلاقتك بالاعلام اللبناني خلينا نوضحها شوي. غيبه عن الاعلام اللبناني، هل عندك يعني قله ظهور وين ما كان ام فقط في لبنان؟ وعلاقتك بالجمهور اللبناني كيف بدها تكبر وتتوسع وانت مش موجوده كثير؟ القصور مني عشان اكون صادقه يعني ممكن تصلحي القصور؟ اي بس انها يعني صريحة، تعطي جواب صريح.
تفضل. تبيني أجاوب إجابة ثانية؟ أنا جاهزة ترى. لا أخت روال ما زال اعترفتي، شكرا، يعني الاعتراف فضيلة، بس لأن الكل بالفعل الكل من أول ما وصل بيروت لا بدك ما يقصر معي، يعني على طول تجيني اتصالات وعلى طول يطالبوني في إني أعمل لقاءات للصحف اللبنانية.